رحلتنا بدأت من 48 يوم، كانت مليانة بأسابيع كتيرة، مرينا بشخصيات كتيرة علمتنا وفادتنا. بصراحة كانت رحلة مليانة تعب وشقاء، بس احنا انبسطنا واتملينا منها فرح وسلام، واتعلمنا واستفدنا منها حاجات كتيرة. نرحب معانا بأول حلقة من سلسلة حكايات من زمن ما فاتش، ونرحب معانا بميرنا. ازيك يا ميرنا؟ ازيك يا امير؟ كله تمام. كنت عايز اسالك في سؤال غريب شويه، نهايه وبدايه رحله في نفس الوقت. والكنيسه سمت اليوم بجمعه ختام الصوم، رغم ان الصوم فعليا لسه ما خلصش. قبل ما اجاوبك على النقطه دي، خلينا نقول ان في جمعه ختام الصوم بنبقى جايين يعني مستعدين وفرحانين عشمانين متعجبين ازاي الوقت بسرعه كده مر، و40 يوم فاتوا بالتمام، وبنستعد لبدايه جديده في اسبوع الالام. فاحنا بنسميه تحديدا جمعه ختام الصوم. الموضوع ده بيرجع للقرن العاشر. اللي سمى الموضوع ده كان أسقف اسمه أنبا ساويرس، ده كان أسقف الأشمونين، هو اللي سمى اليوم ده بجمعة ختام الصوم، لأن هو كانت نهاية الأربعين المقدسة اللي هي بتبدأ من أول يوم الاثنين، اللي هو يوم الاثنين الأسبوع من الأسبوع التاني بعد أسبوع الاستعداد، وبتنهي عند جمعة ختام الصوم، علشان بنبدأ من بعدها من أول باكر سبت العذر بنبدأ رحلة صوم جديدة خالص، اللي هي صوم علشان ألم مخلصنا الصالح. طب عايز اسال سؤال تاني، ليه الكنيسه بتصلي بالتحديد في اليوم ده صلاه القنديل؟ لأن للقرن العاشر كان في اليوم ده كان بيتعمل فيه التكريس وطبخ الميرون المقدس، وفضل مع مرور الوقت كان بيعملوه يوم جمعة ختام الصوم، وكمان كان بيعملوه يوم خميس العهد. ابتدى ان هو بالتبادل لحد ما وصلنا للوقت الحالي ان هو بيتعمل طبخ الميرون بيتعمل في اثناء الصوم المقدس. وخلينا جمعة ختام الصوم دي مخصصة بس لسر اسمه سر مسحة المرضى أو سر القنديل زي ما بيقال، وفي ربط بقى ما بين الموضوع ده، إن هو سر الميرون المقدس أو سر طبخ الميرون المقدس ده هو طقس اللي بيمنح الخليقة الجديدة، بيمنح لها الروح القدس، وسر مسحة المرضى هو ده شفاء الخليقة الجديدة. طب ايه اكتر حاجه بقى مميزه في اليوم؟ بس هو في اكتر من حاجه مميزه في اليوم الحقيقه. اول حاجه ان طقس اليوم بيبقى طقس كده ميكس ما بين السبوت والاحاد، زيه زي طقس يوم الاثنين اللي هو اول يوم في الصيام، اللي هو من يوم الاثنين اللي هو بعد اسبوع الاستعداد. تمام، ده بيكون طقسه زيه زي يوم الاثنين بالظبط، وده بيدينا حاجه حلوه قوي، ان هو بيبقى بنختم الصيام زي ما بنبتدي، بيبقى بدايته زي نهايته كلها فرح. وفي الطقس اليوم ده كمان بيكون فيه لحن مميز جدا بيتقال في الوقت ده اسمه لحن ميغالو، واللحن ده بيعكس لنا او بيشرح لنا ان السيد المسيح هو رئيس كهنة العهد الجديد، زي ما شرح لنا بالظبط معلمنا بولس الرسول في رسالته الى العبرانيين. ودي اول حاجة بتميز اليوم. حاجة تانية بتميز اليوم النبوات والقراءات اللي بتتقال في اليوم ده. الكنيسة بتقرأ النبوات أو بتنهي فيها النبوات اللي كانت بتقراها على مدار الصيام، من سفر التكوين، سفر أشعياء، سفر أيوب، تبتدي تقرأ النهايات دي، وده برضو بيورينا النهايات الصالحة للناس دي. يعني مثلا واحد زي معلمنا يعقوب، يوسف الصديق، بيورينا قد ايه نهاياتهم كانت حلوة. أيوب مثلا قد ايه بعد صبر وبعد خسارة كتيرة قوي، وبعد لما ناس فضلت تتريق عليه، ان هو في الاخر ربنا سمح ليه بحاجات حلوة قوي وعوضه اكتر ما كان من الاول خالص. وكأن الكنيسة بالظبط بتقول لنا، تسأل كل واحد فينا استعديت ولا لا، حضرت نفسك ولا لا. وده بياخدنا كده مقولة للقديس أثناسيوس الرسول، بيقول ان الصيام عامل زي السباق. بمعنى ايه؟ ان احنا لما بندخل سباق بتنتظر الجايزة زي الصيام بالظبط، انت بتصوم علشان تنتظر المغفرة، فلو انت ما قدرتش ان انت تصالح اخوك عمرك ما هتنول المغفرة. طب احنا كده عرفنا ان اليوم جمعة ختام الصوم مميز بألحانه، قراءاته،
يعتبر اليوم كصلاة ميكس ما بين سبوت الأحاد، الأيام العادية، حتى النبوات. احنا يعتبر بننهي نبوات الصوم كله في جمعة ختام الصوم. مظبوط. في حاجة تانية يعني بتميز اليوم؟ قراءات اليوم كلها بتدور حوالين المجيء التاني ويوم الدينونة العظيم. كل قراءات اليوم بالنسبة لباكر والقداس، صلوات القداس، الإنجيل والمزمور والكاثوليكون والإبراكسيس، كل ده بيدور حوالين المجيء التاني والدينونة العظيمة. ودي تاني حاجة بتميز اليوم. حاجة تالتة كمان بتميز اليوم هو طبعا سر مسحة المرضى اللي بيتعمل في يوم جمعة ختام الصوم فقط، ما بيتعملش تاني في الكنيسة غير يوم جمعة ختام الصوم.